السلام عليكم، إيه الاخبار؟ رب تكونوا بخير. خليني اقول لك حاجتين بالظبط قبل ما نبدا. اول حاجه 9% بس من الناس اللي بدات الكورس ده هي اللي هتخلصه وتكمله لحد الاخر، وال91% الباقيين زي ما احنا متعودين هيحطوه في الويتش ليدر ومش هيفتحوه تاني خالص. طيب دي بالنسبه لاول حاجه حابب اعرفك عليها. تاني حاجة حابب أعرفك إن الكورس ده مناسب لو أنت حرفيا تحت الصفر، لو مستواك حرفيا تحت الصفر وما عاشرتش البرمجة قبل كده، فده هياخدك من تحت الصفر ويوصلك لحد ليفل الاحتراف عشان تكون جاهز للسي اس اس. وبالمناسبة السي اس اس دي في مسار الفرونت اند، وخليني أمثلهولك كبيت. احنا لما بنيجي نبني بيت بنمر بثلاث مراحل بالظبط. اول حاجة وهي مرحلة الهيكل. مرحلة الهيكل دي بنشبهها بال HTML، اللي هو احنا بنعمل الطوب بقى، السقف، الحاجات دي هي الهيكل. البيت بس لسه بيتشكل، بنحط فيه الحاجات الأساسية اللي هنبني عليها بعد كده. طيب جميل جدا الكلام ده. بعد ما بنخلص البنا وبنحط الطوب بتاعنا وبنحط الأسمنت اللي هو السقف والكلام ده كله، بتيجي مرحلة التشطيب. مرحلة التشطيب بقى بنمحر ونحط سيراميك ونلون ونجيب ديكور والكلام ده كله. فبتلاقي نفسك دخلت في السي اس اس. السي اس اس هي المسؤولة عن التنسيقات كلها، كل حاجة في التنسيقات خاصة بالسي اس اس. ولو انت اتعلمت HTML و CSS هتعمل تصميم، هتعمل تصميم والدنيا هتبقى زي الفل وكده. طيب انت قلت لي هي 3 خطوات يا مروان، ازاي انا هبقى قادر ان انا اعمل تصميم متكامل؟ وده المفروض مجال الفرونت اند يكون بيعمل فعلا تصميم متكامل، وهبقى لسه ما خلصتش او فاضل لي خطوة. هقول لك الخطوة دي بقى يا معلم، هي خطوة الكهرباء والنور والطاقة اللي داخلة البيت وخارجة منه. بكل بساطة الجافا سكريبت هي اللي بتعمل حاجة زي كده، هي المسؤولة عن الديناميك بتاع الموقع، أو إنك مثلا لما تضغط على زرار معين يعمل وظيفة معينة، إنك لما تروح لصفحة معينة تعمل وظيفة معينة. هي المسؤولة عن الأكشن في الصفحة، لما يحصل كذا اعمل كذا، لما يحصل كذا اعمل كذا. فبالتالي التلات حاجات دول مع بعض، اللي هو المية والكهرباء والنور والطاقة اللي داخلة وخارجة من البيت، التنظيم والتنسيقات والكلام ده كله اللي موجودة في البيت، والهيكل بتاع البيت نفسه من أول التأسيس خالص، هم دول التلات حاجات اللي يخلوك تبني بيت متكامل. طيب جميل جدا الكلام ده، هو ده بالظبط مسار الفرونت اند. انت محتاج تتعلم ال HTML اول حاجة، وبعدين ال CSS، وبعدين الجافا سكريبت. طيب اول خطوة هناخدها معانا النهاردة وهي ال HTML، ودي اول لغة هناخدها وهتتاخد في فيديو واحد لان هي فعلا لغة سهلة جدا. هي مش لغة برمجية، هي لغة ترميز، وهنفهم الكلام ده كله دلوقتي. اهلا بيك، انا مروان الخولي، وتعالى النهارده نفرم ال HTML. بعد ما عرفنا ان لغة HTML هي المسؤولة عن هيكل الموقع بتاعنا، وهي اللي بنحط بيها اساسات الموقع. يعني ايه؟ الصور، النصوص، كل حاجة في الموقع بتاعك حرفيا هي محطوطة بال HTML. اوامر ال HTML عندنا بتنقسم لتاجات، مش عايز افهمك حاجة زي كده دلوقتي، هنفهمها قدام شوية. بس خليني اقولك ان HTML هي المسؤولة عن هيكل الموقع. طيب احنا مش هنكتب اكواد HTML دي في الشارع، لازم يكون في مكان بيتكتب فيه الاكواد دي. المكان ده اسمه كود اديتور. كود اديتور. طيب الكود اديتور ده انا بكتبه فين او بجيبه منين او الكلام ده كله؟ بكل بساطة احنا عندنا انواع كتير جدا من الكود اديتورز، وطبعا بيختلف لو انت معاك موبايل او معاك لاب او معاك. فانت لو معاك لاب هنشتغل على ايه، ولو معاك فون هنشتغل برضو على ايه؟ اول حاجة لو احنا معانا لاب، احنا هنسطب بكل بساطة فيجوال ستوديو كود العملاق من مايكروسوفت. في السيرش بتاع جوجل في في اس كود او في اس سي، وبعدين تضغط انتر. اول اختيار هيقابلك ده، اول ما تضغط عليه هيدخلك للصفحة بتاعته. طيب انت دلوقتي عندك الصفحة قدامك، اول ما تظهر هتلاقي في زرار قدامك على حسب نظام التشغيل اللي انت شغال عليه، وتقدر ان انت تحمله. بما ان هو اوريدي كده كده متحمل عندي مفيش اي مشكلة، انا كل الفكرة ان انا بقولك بس تحمله ازاي. طيب دلوقتي لو انا معايا فون وعايز برضو اتابع الكورس معاك اعمل ايه؟ بكل بساطة عندك ابلكيشن اسمه اي كود. اي كود هتلاقيه في بلاي ستور او جوجل بلاي، ايا كان هتحمله من كل مكان مفيش اي مشكلة، وهتكتب وهيكون ابلكيشن على الموبايل. او حاجة تالتة بقى مناسبة لللاب ومناسبة لبص كل حاجة، بكل بساطة هتيجي هنا وتكتب اونلاين كومبايلر. طيب لما تضغط على اول اختيار وتخش على الاختيار ده، هتلاقي عندك لغة HTML
عادي جدا، ومقسم لك الملفات بتاعتك، وهنعرف ازاي الملفات دي بتشتغل وكده. ممكن انت تحذف الكود ده وتشتغل من البداية، مفيش اي مشكلة. هي كل الفكرة ان هو ده اونلاين كومبايلر، وبرده بعد ما تخلص تقدر تحمل الملفات بتاعتك من هنا. مفيش اي مشكله لو انت معاك فون او معاك لاب او معاك تاب، ايا كان ممكن تشتغل على الاونلاين كومبايلر. لو معاك لاب تقدر تشتغل على فيجوال ستوديو كود، لو معاك فون تقدر تشتغل على اي كود، عشان ما يبقاش فيه عائق ان انت فعلا تشتغل او ان انت فعلا تطبق معانا في الكورس ده ان شاء الله. الموقع عندي عامل زي كتله كبيره جواه شويه حاجات هي اللي مكونه الموقع ده. زي ما اتفقنا ان اللغات اللي بتكون الموقع HTML و CSS و جافا سكريبت. طيب كل لغة فيهم بتتكتب في ملف مختلف. التلات ملفات دول بيبقوا في فولدر واحد، الفولدر ده هو اللي جامع كل ملفات الموقع، والفولدر ده هو اللي بنرفعه على استضافة. ويعني ايه استضافة؟ باختصار شديد جدا عشان موجعش دماغك من دلوقتي عشان المصطلح ده يعقدك. بكل بساطة جوجل او اي مكان انت بتحجز منه استضافة بتقولك انا هفضلك مساحة تحط الموقع بتاعك مقابل فلوس. في استضافات مجانية، في ناس بتفضيلك مساحة مجانية زي جيت هاب وجيت لاب والكلام ده كله. بس انا عايز افهمك ان هو بيفضلك مساحة، وانت بترفع الاكواد بتاعتك بيديك لينك، او اي حد يخش يكتب على جوجل اي حاجة بيظهر له الموقع بتاعك. طيب جميل جدا الكلام ده. دلوقتي جه دور ان احنا نعمل فعلا الفولدر بتاع الموقع بتاعنا. هنيجي هنا، لو هي طبعا مش ظاهرة ليك او اي حاجة، هتيجي تعمل فايل وبعدين تعمل اوبن فولدر. طيب انت كده كأن مش ظاهر ليك اي حاجه. خلينا نعمله على الديسكتوب كتجربه. نخش على الديسكتوب وبعدين نعمل نيو، تمام، فولدر. سمي اسم الملف اللي انت عايزه. انا عن نفسي هسميه HTML كورس. طيب وانت بتسمي الملف بتاعك حاول على قد ما تقدر ما تحطش فيه مسافات. يعني ايه ما تحطش فيه مسافات؟ يعني مثلا ان انت HTML كورس، بدل ما تفصل بينهم بمسافة افصل بينهم بداش مثلا، افصل بينهم بأي حاجة، بس حاول على قد ما تقدر ان انت ما تفصلش بينهم بمسافات. وبعدين بكل بساطة اعمل select folder. طيب هتلاقيه فيجوال ستوديو كود كله اتحول معاك، مفيش اي مشكله. إيه دلوقتي انا لما اجي، احنا اتفقنا ان في ملف HTML وفي ملف CSS وفي ملف جافا سكريبت، كلهم ممكن يتحطوا في ملف واحد، بس انت بتحط كل حاجة في ملفها عشان يكون الموقع بتاعك منظم اكتر والكلام ده كله. في ايقونة هنا اللي هي نيو فايل، او ممكن هنا بكل بساطة اجي اعمل نيو فايل، حط الاسم بتاعك. انا بكل بساطة طبعا اول صفحة في HTML عشان ما تواجهش اي مشكلة سميها index دوت، والامتداد بتاعها عندك امتدادين، اول حاجة HTML او HTML. دول الامتدادين اللي انت ينفع فعلا ان انت تحطهم للملف بتاعك. جميل جدا الكلام ده. انا مثلا ممكن احط HTML، فتح لي الفايل بتاعي بالشكل ده. طيب كده فاضل لي في تجهيز البيئة بتاعتي حاجتين بالظبط. اول حاجة هعملها على السريع كده وهي الفايل اوتو سيف. اوتو سيف طالما جنبها صح كده يبقى تمام، لو عندك مش جنبها صح اعمل صح، علشان اي كلمة تتكتب تتحفظ تلقائي عندك. عشان انت لو ما عملتهاش ممكن تفقد صوابك ان انت عامل حاجات كتيرة اوي ما اتضافتش، اللي هو طب ازاي يا جماعة ما اتضافتش؟ طب انا ضايف كذا وكذا وكذا، وتنسى اصلا انت تعمل لهم سيف. طيب لو انا مش عايز اعمل اوتو سيف يا مروان، بكل بساطة انت هتكتب الكود بتاعك وبعد ما تخلص تعمل كنترول مع حرف الاس، او لو انت ماك كوماند مع حرف الاس. وبكده نبقى خلصنا اول حاجة محتاجين ان احنا نظبطها. تاني حاجة هتخش على الاكستنشنز هنا وتبحث عنها، اسمها لايف سيرفر. هتلاقيها هي الايقونة دي، او هتلاقيها هي الحاجة دي. اول ما تخش عليها يا معلم، انا عامة هعمل لها انستول، انت هتعمل لها انستول عادي جدا ومفيش اي مشكلة. حوالي 76 مليون بني ادم عامل لها تحميل عنده، فهي موثوقة جدا 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 يعني. طيب خلينا نرجع للملف بتاعنا. ايه لازمتها؟ يعني انت ممكن تقول لي ايه لازمتها. بكل بساطة لو انا جيت كتبت H1، وانا دلوقتي مش عايزك تعرف ايه هو ال H1، بس بكل بساطة انا كتبته وكتبته جوه حاجات كتيرة كده. لو انا عايز اشغل الملف بتاعي ده، هاجي تحت كده هلاقي جو لايف. اول ما اضغط عليها وهلاقي عندي فعلا الموقع بتاعي طلع بالطريقه دي. انا ما عنديش اي مشكله دلوقتي في التاجات او في الاكواد، كل الفكره ان انا بقولك ازاي تشغل الكود بتاعك. انت كتبت كود كتير وعملت كنترول اس وحفظته، بكل بساطه هتيجي تحت هنا يا باشا وتعمل جو لايف. هي دلوقتي هي معموله بورت 5500 كده، مش مهم تضغط عليها لو انت عايز تحمل من جديد. وطبعا لو انا كتبت اي حاجه او شلت اي حاجه من هنا، يعني انا مثلا شلت الانات وحطيت بي مثلا، فبكل بساطة لو انا جيت هلاقي ان هي اتعدلت
بمجرد ان انا اعمل ريفريش، عشان ده بكل بساطة لايف سيرفر. طيب كده احنا جهزنا البيئة بتاعتنا، فاضل حاجات بسيطة جدا معانا. بكل بساطة اي امر في HTML بيطلق عليه اسم تاج، واي امر بيتحط بين اكبر من واصغر من. يعني مثلا عندك لو انا كتبت هنا H1 ده تاج، لان هو بيتحط بين اكبر من واصغر من. تمام. عندك تاجات تانية كتير في HTML، وطبعا هناخد 90% من التاجات النهارده، وهناخد تاجات كتير والحاجات اللي انت فعلا محتاجها، لان HTML فيها تاجات كتير. واقول لك لو انت عايز كمان ان انت تاخد كل ده، كل تاجات HTML وتحترف فعلا اللغة، رغم ان انت مش محتاج ده يعني، بس تعمل ايه بكل بساطة في كورس ان شاء الله. طيب H4 مثلا لو انا عملت كده تاج بيتفتح ويتقفل، بيتكتب بين علامة اكبر من واصغر من. فالفكرة ان اي حاجة بتتكتب بين علامة اكبر من واصغر من بنطلق عليها في HTML تاج. طيب جميل جدا. تاني حاجة محتاجين ان احنا نتكلم فيها، طبعا انت شايف ان التاج ليه فتحة اهي وقافلة، تمام، ليه فتحة برضو هنا وقافلة. طيب هل في تاجات، انت عمال تقول فتحة وقافلة وبتاع، هل في تاجات ليها فتحة وملهاش قافلة؟ زي ايه؟ زي التاج ال HR. ال HR ده بكل بساطة بيعمل لك خط. لو انا جيت عملت ريلوج كده هيعمل لي خط. الخط لو انتوا مش واخدين بالكم هو موجود اهو، تمام. طيب ده بيتقفل لوحده، هو مش محتاج قفلة. طيب انا ليه اصلا بحط قفلة لتاجات وتاجات لا؟ التاجات اللي انا بحط لها قفله دي ينفع ان انا اكتب بينها محتوى. يعني ال H1 ده عنوان ان انا اكتب فيه اي حاجه في الحياه هتظهر لي مفيش اي مشكله. ال H4 برضو عنوان بس بحجم اقل. ال HR ده هو خط، هو مفيش محتوى، هو نفسه محتوى، هو نفسه بينفذ حاجه معينه، فبالتالي هو مش محتوى اكتبه جواه، او مفيش حاجه او مفيش محتوى ان انا اكتبه جواه. فبالتالي ال HR او البي ار اللي هو بيعمل سطر جديد ايا كان، كلهم على بعضهم كده ما بيتقفلوش او ملهمش قفله. دي تاني حاجه حابين ان احنا نتكلم فيها. تالت حاجه حابين ان احنا نتكلم فيها، حابب اقول لك بس بمثال كده هكتبه سريعا. في حاجه لطيفه جدا عندنا، ودي اخر حاجه في التريكات دي عامه حابين نختم بيها، وهي البلوك والانلاين تاجز. طيب يعني ايه الكلام ده؟ في عناصر معينه ممكن لو انا كتبتها تيجي جنب بعض، ولكن في عناصر ما بتجيش، استحالة تيجي جنب بعض، هي بتاخد سطر لوحدها، بتاخد قطعة لوحدها كاملة كده. من ضمن العناصر البلوك اللي بتاخد السطر كله لوحدها هي ال H1 وال H2 وال H3. الهدات عامة او العناصر الرئيسية بتاخد سطر كامل. طيب في حاجات تانية فعلا ما بتاخدش سطر كامل لوحدها، عادي جدا ممكن تجيب عناصر جنبها ومفيش اي مشكلة. بس الهدات مثلا زي ال H1 لحد ال H6 كل دي بلوك مش انلاين. طيب ده الفرق الوحيد. مش عايزك تدوش دماغك ليه وانا بشرح حاجه زي كده احس ان هو اكتئب من الموضوع، اصلا ما يهمكش، انت فاهمني يعني. انت مجرد ان انت تعرف ده بلوك ولا انلاين ليه، عشان لما تيجي تنسقه بالسي اس اس تعرف هتتعامل معاه ازاي، مش اكتر. لكن انت دلوقتي كل اللي محتاج تعرفه التاج نفسه، وهل هو بلوك ولا انلاين، بس مش اكتر. ده كل اللي انت محتاج تعرفه يا معلم. خش بقى يا معلم في الكود اللي بجد فعلا. دلوقتي انا عايز اعمل صفحة وانسقها كده واظبطها، عايز اعمل موقع. اول حاجة اعملها بكل بساطة هتيجي من لوحة المفاتيح عندك، هتعمل شيفت واحد، هيعمل لك علامة تعجب كده، هتدوس انتر، هوب كتب لك شوية سطور كتير كده. احنا مش محتاجين نعرف من الكلام ده كله يا باشا، اركن كل الكلام ده على جنب دلوقتي. خلينا نحلل الكلام الرهيب اللي طلع قدامنا ده كله. اول حاجة انا بكتب لغة HTML. طبعا لغة HTML كانت اصدارات HTML 3 و 4 و 5 وكل الكلام ده، احنا بنشتغل بايه؟ احدث اصدار وهو HTML5. طيب ان انا اعرفه ما ينفعش اكتب HTML وخلاص في المطلق وبتاع، لا لازم اعمل دوك تايب. دوك تايب ده بيعرفه ان انا شغال ب HTML5. طيب ده بالنسبة لأول سطر وآخر سطر، وطبعا احنا عرفنا ان هو بيتفتح ويتقفل، فبالتالي يعني الموضوع مفهوم يعني. تاني سطر معانا وهو HTML ولانج الانجليش. بكل بساطة ان انا بقول له اللغة بتاعة الموقع ايه. اللغة بتاعة الموقع ممكن تكون لغة انجليزية، ممكن تكون لغة عربية، ممكن تكون لغة عبرية، ايا كان، المهم ان انا بقول له لغة الموقع اللي معايا ايه. نيجي بقى لاهم جزئين معانا، وبص اللي هيتعبوا معانا خالص، وهما الهيد والبادي. الهيد بكل بساطة هي الحاجات المخفية المستخدم مش بيشوفها، بس انت لما تيجي ترفع الموقع على استضافة، الاستضافة بتبص على الهيد بتاعك. لما بتيجي تعدل السيو او الاس اي او عامة، ده اللي بيتبص عليه.
كل حاجة مخفية والمستخدم مش بيشوفها، هنتعمق في الكلام ده قدام يعني، بتتكتب في الهيد. طيب، اول حاجة بتتكتب في الهيد وهي الميتا. وطبعا الميتا دي يطول فعلا شرحها. وفي ميتا بتعمل كل حاجة. في ميتا بتكتب فيها الكلمات المفتاحية، في ميتا ممكن تكتب فيها اسم المبرمج بتاع الموقع ده، في ميتا بص، الميتا دي ممكن تكتب فيها حاجات تعريفية عن الموقع من هنا لحد السنة الجاية. بس اهم حاجة عندنا وهي الميتا بتاعت التشارسد. بكل بساطة احنا عندنا اصدار اسمه يو تي اف داش 8. ده الاصدار الدولي. كان فيه اصدار قبله اسمه ايزو حاجة كده. المهم يعني ان الاصدار ده اللي بيدعم لغات كتيرة جدا في العالم، واللي بيستخدم في كل المواقع اللي موجودة دلوقتي في العالم كله. مش مهم، المهم ان انت عرفت ان هو اللي بيدعم كل اللغات، وان من غيره الصفحة هتبقى مش مفهومة. هتلاقي مثلا مروان حرف الام ده رموز كده مش مفهومة وحاجات داخلة في بعض، فبالتالي ده اللي بيعترف باللغات البشرية كلها عامة. طيب، تاني حاجة تحتها وهي تايتل او التاج اللي اسمه تايتل. ده بيعمل ايه؟ بص، هكتب لك حاجة كده وقول لي لاحظت ايه في الشاشة اللي هناك. مثلا انا اكتب ام ان ام اي حاجة، لما اجي اعمل ريلود ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير وهو عنوان الصفحة نفسه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ عندك ام ان مش عارف ايه، هو التايتل اللي فوق اسم الصفحة نفسها، وده بيتكتب في التايتل او العنوان اللي في الهيد. ده تقريبا الحاجة الوحيدة اللي بتتكتب في الهيد وبتظهر للمستخدم. هي بتظهر هنا من المستخدم ما بياخدش باله منها، بس الفكرة ان هي بتظهر، هو ممكن يشوفها عادي مفيش مشكلة. البادي بقى ده اللي بنكتب فيه كل التاجات بتاعتنا. اي تاج بنكتبه في الحياة واي تاج احنا هنشتغل عليه النهاردة هيتكتب في البادي. كل الفكرة ان انت عارف ان الهيد هو الصفحة التعريفية او الحاجة التعريفية بتاعت البيج بتاعتك كلها، او بتاعت الويب سايت، او بتاعت الموقع بتاعك كلها بالعربي يعني. اما البادي هو اللي بيتكتب فيه كل حاجة. بقى عندك الصور، النصوص، الصوت، الفيديو، كل حاجة بتتكتب في البادي. اتمنى اكون شرحت لكم التقسيمة بتاعتنا بكل بساطة وتكونوا فعلا فهمتوها. يلا بينا نخش على الحاجة اللي بعد كده. بالشاشة اللي قدامنا دي هنشوف حاجات كتيرة جدا وتاجات كتيرة جدا المفروض ان احنا نتعرف عليها. اول تاج معانا وهم 6 تاجات مع بعض، وهم بتوع الهدات H1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. هتلاقي احجامهم اللي مختلفة. ده العنوان الكبير، ونصيحة مني خلي العنوان الكبير بتاعك اللي هو ال H1 واحد بس في الصفحة بتاعتك كلها او في الويب سايت بتاعك كله، عشان ده بيكون بيدعم ال SEO اكتر. وده بيكون العنوان او الاسم بتاع الويب سايت. يعني مثلا لو انا بعمل ويب سايت اسمه مروان الخولي، فاخلي مروان الخولي ده العنوان واحد بس، ال H1 هو واحد بس. يعني مش عمال على بطال. وحاول ان انت في العناوين بقى بتاعة المواقع كلها تستخدم H2 عادي جدا، مفيش اي مشكلة، لان حجمه حلو برضو يعني، هو جميل برضو. تمام. طيب جميل جدا. يعني احنا عارفين ان الهدات من اول H1 يا معلم، ومعك H2 و 3 و 4 و 5 و 6، كل دول هدات، واخر حجم فيهم اللي هو الصغير ده. عندنا حاجة تانية مهمة برضو بنستخدمها كتير جدا وهي الباراجراف. لو انا عندي كلام كتير اوي في الباراجراف، وطبعا في ملحوظة هنتكلم فيها دلوقتي في الباراجراف، بس دلوقتي انت عندك باراجراف او باراجراف ايا كان، يعني المهم ان الباراجراف ده بيتكتب جوه حرف البي بين اكبر منه واصغر منه، زي ما اتفقنا ان كل التاجات بتتكتب بين اصغر منه واكبر منه. طيب، دلوقتي الباراجراف اللي عندي ده، كلمة لورين دي انا لما بكتبها بتعمل لي كلمات عشوائية عادي يعني. ده مش كلام عامة، ده مجرد كلام عشوائي. تمام. طيب جميل جدا. عندك بقى حاجة اسمها strong. strong دي بتعمل ايه؟ احنا خدنا HTML is easy وبعدين كتبناها مثلا تحتها بالشكل ده. لو جينا نشوف هنلاقي HTML is easy جنبها ليه؟ عشان اصلا strong دي inline، و EM دي هنعرفها دلوقتي inline. طيب HTML is easy. طيب جميل جدا الكلام ده معناه ايه؟ ان strong دي بتخلي النص بولد شويه، او بتخليه قوي، يعني بتخليه واضح، بتخليه ظاهر. بس هي دي فكره السترونج، وطبعا قويه جدا للاس اي او لو انت هتستخدمها يعني. تمام. بتخلي الخط بتاعك او النص بتاعك مايل شويه، بس هتلاقي كلمه الخولي كده مايل. بس هي دي فكره الاي ام. هتلاقي ان الاي ام والسترونج والحاجات دي كلها لما احنا ان شاء الله نخش في السي اس اس مش محتاجينهم، بس هي من باب العلم بالشيء مش اكتر. وده تقريبا كل ما يخص النصوص، او كل اللي هتحتاج تعرفه عن النصوص، ان انا بضيفها في البيج بتاعتي ازاي، او بضيفها في الويب سايت بتاعي ازاي في HTML. ويلا نخش على اللي بعده. في حاجتين بعد كده نشرحهم، وهما البي ار وان انت تعمل سطر جديد، ودي حاجة احنا شرحناها اوريدي قبل كده.
تاني حاجة بقى وهي اللينك، ومحتاجين ان احنا ايه نقعد كده شوية مع اللينك كده ونشوف هي ايه اللي هي بتعمله والكلام ده كله. طيب اللينك بيتكتب عندنا بتاج اسمه الاي، وجوه الاي ده بيتكتب هيرف او الاتشريف عامة. يعني خليني اقول لك ان اللينك بيتكتب جوه التاج، وكلمة جو دي هي اللي بتظهر للمستخدم. يعني مثلا لو انا عايز اعمل زرار مكتوب فيه كلمة، أول ما الشخص ما يدوس على الزرار ده يروح لجوجل، مفيش أي مشكلة، هتعمل اللينك بتاع جوجل بالإيه بتاج الإيه. طيب جميل جدا. أنا دلوقتي لو رحت وضغطت على جو ده، تفتكر إيه اللي هيحصل؟ هيطلع لي موقع جوجل فعلا. طيب أنا لو حطيت أي لينك هنا، الكلمة دي هتوديني على اللينك ده. يعني مثلا مش لازم اكتب برضو كلمة جو، يعني انا ممكن اكتب اي كلام في الدنيا، واول ما يتعدل عادي هيودينا على موقع جوجل برضو مفيش اي مشكلة. تمام. طيب ممكن احط بدل اللينك ده لينك يوتيوب مثلا، برضو مفيش اي مشكلة. الفكرة ان انت بتحط اللينك بتاعك بين اتشرف، وبتحط الكونتنت او الكلام اللي هيظهر عشان اول ما تضغط عليه يروح للموقع بتاعك، وبس كده يبقى انت عملت لينك. طيب دلوقتي لو احنا عايزين نضيف صورة عندنا في الموقع، نعمل ايه؟ طبعا تنسيقات الصورة وحجمها وهي موجودة فين وبتتحرك ولا لا، كل الكلام اللطيف ده هنتعلمه في سي اس اس. احنا هنا كل اللي بنعمله ان احنا نضيف، احنا عمالين نضيف حاجات. اجيب ده يمين او في النص، اخليه لونه معين، اخليه بحجم معين، اخليه بنوع خط معين، الكلام ده كله في السي اس اس. فانت ما تقلقش من اي حاجة دلوقتي. طيب عندنا تاج اسمه اي ام جي او ايمج، اختصار لايمج يعني. وعندنا حاجة مهمة جدا هنتعلمها في الصورة والصوت والفيديو كل حاجة تقريبا، ألا وهي ال CRC أو السورس. هنا بتكتب اسم الصورة بتاعتك. ملحوظة انت لازم تحط الصورة بتاعتك مع الملف بتاعك، وطبعا مفيش داعي ان احنا نخش في المسارات او ان انت ازاي تعرف توصل للصورة لو هي بره الملف. انت ريح دماغك وحطها في الملف بتاعك. انا حطيت فعلا الصورة بتاعتي في الملف بتاعي واسمها formal.jpeg. طيب عشان انا كاتب الامتداد غلط هنا فهي مش ظاهرة. وطبعا لما هي ما بتظهرش ده اللي هيخلينا نشرح alt بيقولك فيها description. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الصورة بتاعتك ما ظهرتش او حصل عطل مثلا في الموقع، او الموقع مثلا تقيل، او الموقع مثلا وقع، ايا كان، هنلاقي كلمة description دي ظهرت. فعلا كلمة description ظهرت. جميل جدا الكلام ده. طيب لو انا فعلا مش عايز كلمة description تظهر، عادي هروح هنا واضيف الصورة بتاعتنا ظهرت والحمد لله. طيب ده ازاي تضيف صورة؟ انت مش محتاج التعمق زي ما قلت لك، ازاي بقى تشيل الحواف دي وازاي تخليها فوق وتحت كل الكلام ده هيتعمل بسي اس اس ومفيش اي مشكلة. ما تستعجلش وما تقلقش، كل التنسيقات اي حاجة هتيجي في دماغك ما قلناهاش النهاردة فاكيد هنقولها في السي اس اس والجافا سكريبت والكلام الجميل ده كله. طيب جميل جدا الكلام ده. طيب دلوقتي ايه، احنا الصورة واخدة مساحة كبيرة فعايزين بس نخفيها لحد ما نخلص. بكل بساطة هنحدد السطر بتاع الكود بتاعها ونعمل كنترول مع حرف الضاء من الكيبورد. بكل بساطة هتتشال لان هي بقت كومنت. طبعا لو انت عايز تعمل كومنت في الفون او حاجة، ده شكل كومنت، تحط جواه اي حاجة انت عايز، اي حاجة اكتب قصة حياتك جواه. الحاجتين اللي بعد كده اللي هناخدهم هما ال OL واليو ال. جميل جدا. ال OL هي قائمة مرتبة اللي هي 1 2 3 4. طبعا ممكن احدد هي تترتب بناء على ايه، بس مش مهم التعمق ده دلوقتي. دلوقتي هي قائمة فيها 1 2 3 4. هي قائمة مرتبة ومترقمة في الجنبين. على عكس اليو ال هي قائمة مش مرتبة فيها عناصر. ممكن لو ده اسمه محمد وده اسمه مروان وده اسمه مش عارف ايه، ممكن اجيب محمد ده تحت، ممكن اجيب مش هو مش مرتبة، هي شوية بوينتس بس جنبها ان دي عنصر في القائمة مش اكتر. بنكتب جواهم هما الاتنين العناصر ب ال I، يعني هنا بنكتب العناصر ب ال I وهنا بنكتب العناصر ب ال I، مفيش اي مشكلة. هنا الفرق ان دي او ال قائمة مرتبة، دي يو ال قائمة مش مرتبة. طبعا القوائم اللي مش مرتبة اللي هي اليو ال بنستخدمها في ان احنا نعمل نافيجيشن بار. النافيجيشن بار ده اللي هو بيبقى ظاهر فوق ده في الموقع، اللي هو بيبقى فيه مثلا الهوم ومش عارف ايه اقسام الموقع، واول ما ادوس عليه ينقلني للبيج بتاعتها او القسم بتاعتها لو انت عامل الويب سايت بتاعك كله في بيج واحدة، وده ما فيهوش اي مشكلة برضه. هنخش دلوقتي على جزئية من اهم الجزئيات اللي انت هتتعامل معاها في حياتك. عايزك كده تقعد بالراحة كده وتركز معايا عشان هتسمع كلام مهم قوي 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 فوق الوصف دلوقتي. جميل جدا. دلوقتي انا عندي الفورم. لما بتدخل اي موقع تعرفه في العالم، زي موقع امازون، زي موقع نون، زي اي موقع تعرفه في العالم كله، بالمناسبة امازون مقاطع، البيانات دي بتتاخد
تتحط في الباك اند، اللي هو تتحط في قواعد البيانات في الباك اند، سواء انت بقى تستخدم ال SQL او غيره. المهم ان هي بتتحط في الباك اند. انت كفرونت اند كده بتاخدها وبتديها الباك اند، بتقول له والله يا باشا اتفضل معاك البيانات اهي، نظمها زي ما انت عايز ومفيش اي مشكله. دلوقتي لو انا عايز بقى اعمل الحاجات اللي بتخليني اخد البيانات من العميل، بكل بساطة احنا عندنا الامر فورم، بنفتح ونقفل ونحط جواه كل الحاجات اللي احنا عايزينها. طيب ايه الكلام ده؟ بكل بساطة ان انا دلوقتي عندي فورم جواها الامر input. الامر input ده بيخليك تاخد اي قيمة من العميل، سواء هو هتديله ان هو يكتب تكست، سواء هتديله ان هو يكتب باسورد، سواء هتديله ان هو يكتب جيميل، اي حاجة في الحياة. وبرهانا على كلامي، لو احنا جينا كتبنا هنا مثلا input، هنلاقي في حاجات كتير قوي. هنلاقي ان احنا ممكن نضيف زرار تشيك بوكس اللي color، ان انت تحط له خانة يختار منها اللون، ديت مثلا ميعاد معين، ديت تايم ان كان يعني، ايميل، فايل ان هو يرفع فايل مثلا، ايمج ان هو يرفع صورة، نمبر ان هو يدخل رقم، باسورد اللي احنا مستخدمينه، راديو. وده ليه حوار كبير لوحده كده، السيرش بار والسبميت والكلام ده كله. يعني انت حرفيا معاك كمية مدخلات رهيبة. طيب دلوقتي احنا خدنا اتنين على سبيل المثال، عندك التكست وده اقدر اضيف فيه اي تكست عادي مفيش اي مشكلة. تمام. تاني حاجة معانا وهي الباسورد، اي حاجة ادخلها في الباسورد بتبقى مش متشافة، اي حاجة. طيب ممكن ان انا اعمل كده تقوم مش شافة، اعمل كده تقوم مش متشافة. طيب اي حاجة بدخلها في الباسورد بتبقى فعلا مش متشافة. اول ما بدوس سند بيتبعت البيانات فين؟ المفروض ان هي تتبعت لقاعدة البيانات، بس بما اننا مش عندنا باك اند دلوقتي فهي اتبعتت، بس اتبعتت فين؟ المفروض ان هو بتاع الباك اند بقى بيستلمها منك. المهم ان انت عندك حاجة اسمها بutton. بutton ده اللي هو زر، الزر ده يعمل ايه؟ سند. والله الزر سند ده مسؤول ان هو يبعت الفورم بتاعك، مسؤول ان هو يبعت البيانات بتاعتك لقواعد البيانات او السيرفر اللي انتوا شغالين عليه. فده بكل بساطة الفورم بدون أي تعقيدات، بدون أداء الفورم. وممكن تتعمق فيه كمان، تتعمق في الفورم، تتعمق في كل حاجة تخص الفورم. يعني خش والعب في انبوت كده من هنا لحد السنة الجاية وهتفهم منها كل حاجة ان شاء الله. من الحاجات الظريفة جدا اللي ممكن تتعلمها وهي الاسبان. الاسبان هي عنصر انلاين، فبالتالي بنستخدمها لو انا مثلا عايز كلمة معينة او كلمتين مثلا في وسط باراجراف كتير جدا، انا عايز بس الكلمتين دول اعمل عليهم شوية تحسينات عشان يكونوا ظاهرين مثلا، فاستخدم الاسبان لان هي اوريدي انلاين. فبالتالي العناصر اللي جنبها، لو انا مثلا خدت كلمة لوريم دي، لو انا عايز احطها في سبان وعايز اخليها مثلا كابيتال كلها وكبيرة وبتاع، وهي اوريدي في وسط الباراجراف، عادي احط ده في السبان وعادي مفيش مشكلة، اقدر اتعامل معاها هي لوحدها وانادي عليها في السي اس اس واتعامل معاها مفيش اي مشكلة. فبالتالي هي عنصر انلاين، وده اكتر استخداماتها، ان احنا فعلا بنستخدمها لما بيبقى عنصر واحد في وسط باراجراف مثلا او في وسط حاجة كبيرة وعايزين نتعامل معاه لوحده ومش عايزينه يتأثر، مش عايزينه يبقى في سطر لوحده، فبالتالي بنحطه مع الاسبان. ويلا بينا نخش على اللي بعده. خلينا نخش معانا على اخر مصطلح هنعمل معاه في التاجات يعني، ويبقى انت كده فعلا عرفت ان انت ازاي تضيف حاجات كتير. فالحاجات بسيطة جدا هنقولها يعني، بس خلينا نخش في مصطلح الديف او الكونتينر. انا دلوقتي عايز اقسم الويب سايت بتاعي لشوية اقسام. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انا عندي ملفات، كل ملف فيه اسم الشخص ومش عارف ايه وكده، وانا عندي المكتب بتاعي كبير مثلا. تمام. فبالتالي احط كل واحد فيهم في ملف واحطه في المكتب بتاعي. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا انا عندي حاجتين لهم علاقة ببعض، انا هعمل لهم ديف واحطهم الاتنين في نفس الديف، واسمي الديف ده بكلاس او اي دي. بمعنى اصح يعني تعال نجرب على حاجة معينة مثلا. انا عندي دلوقتي اول اتنين دول او تاني اتنين دول اللي هو ال H2 وال H3 ليهم علاقة ببعض. هما ليهم علاقة ببعض، انا عايز اخليهم ليهم علاقة ببعض، اعمل ايه؟ بكل بساطة هاجي اعمل div واحط الاتنين في الديف ده. طيب يعني ايه؟ يعني الديف اصلا ما بيظهرش، بس هما الاتنين هيبقوا في الكونتينر بتاعته. طيب خلينا ناخد دي كنترول اكس ونحطها هنا كنترول في. جميل جدا. نرجع بس شيفت تاب لورا بقى معاهم ومفيش اي مشكله. الديف ده جواه عنصرين، لما اجي انا انده على العنصرين دول او اجي انده على الديف نفسه، لو انا عايز الاتنين يتعمل فيهم نفس الحاجات مثلا، اعمل ايه؟ بكل بساطه هدي الديف ده كلاس مثلا اي اسم في الحياه، ماي بس.
هي الكلاس بتاعه اسمه كده، او هديله اي دي. تمام. بس انا عايز اقول لك حاجه، الاي دي من الحاجات المميزه جدا للعنصر. يعني ما ينفعش مثلا انت، وده هيعمل لك مشكله عامه، ان انت لما تيجي تسمي العنصر بتاعك باي دي معين وتنزل تحت تاني تسميه بنفس الاي دي، هيعمل معاك مشكله كبيره. مثلا الاي دي بتاعي اي ار مثلا، عادي مفيش اي مشكله. تمام تمام. ده اسمه اتريبيوت، اللي هو الكلاس والاي دي. اتريبيوتس عامه الاتنين اسمهم اتريبيوتس، كل واحد فيهم اتريبيوت لوحده. تمام. فالديف بكل بساطة عندي هو حاوية او مكان بخزن فيه شوية حاجات. يعني هو ما احط فيه شوية حاجات، صور بقى وحاجات، احط فيه حاجات معينة ليهم علاقة ببعض. تمام تمام. ده بالنسبة للديف، انت مش محتاج انت تفهمه دلوقتي، لان لما كنت بتعلم ال HTML ما فهمتوش، لكن لما دخلت على CSS فهمت احنا ليه بنستخدم الديف من الاساس، احنا ليه بنستخدمه. وعايز افهمك معلومة لازم تكون فاهمها، ان الديف هو الاب لل H2 وال H3. بمعنى اصح كده، لو احنا جينا شبهناها بالنسل بتاعنا، بكل بساطة انت عندك الجد وبعدين الاب وبعدين الابن. لو انا دخلت مثلا كاتب جوه ال H2 دي اي حاجة، لو كتبت جواها سبان مثلا، احنا لسه دلوقتي واخدين السبان، مفيش اي مشكلة هناخدها، هناخد السطر كله كنترول سي. وطبعا انت عارف ان احنا لما بنحطها في وسط حاجة معينة ما بتفرقش، لان هي هتبقى على نفس السطر. يعني انا مكنش اتوقع ان احنا نطبق عليها بالسرعة دي. وبعدين نعمل كنترول في. جميل جدا، عادي جدا، سبيس عادي رجع ومفيش اي مشكله. بس ده ان هي فعلا اندمجت ومفيش اي مشكله، عادي لو هتضاف المسافه هنا ومفيش اي مشكله. طيب انا دلوقتي عندي 3 امثال. يعني ايه ال3 امثال؟ الديف ده هو الاب، هو البيرنت، هو الحاجه الكبيره اللي ماسكهم كلهم. ال H1 ده او ال H2 وال H3 دول الابناء او التشايلدز الاوائل، يعني دول ابني على طول. تمام. طيب بالنسبه للسبان، السبان ده بقى يا معلم، ده مش ابني، ده حفيدي، ده حاجه اللي بعد ابني، ده ابن ابني. تمام. فبالتالي دي علاقتهم ببعض. برضو الحاجات دي كلها لما نيجي نطبق في CSS عليها هتفهم كل الكلام ده. فاضل حاجة بسيطة جدا وهي إضافة فيديو. طيب دلوقتي لو أنا عايز أضيف فيديو، طبعا أنا قلت لك إن ال CRC أو السورس ده هنتعامل معاه في حاجات كتير، وطبعا قلت لك كده في الصورة فوق. طيب CRC ده بكتب فيه الاسم بتاعي والامتداد بتاعي. طيب أنا عشان كاتب الامتداد غلط. ليه كاتب الامتداد غلط؟ عشان الفيديو كبير جدا هياخد مساحة، فحبيت بس اكتب الامتداد غلط عشان اوريكم كام حاجة. الكنترولز، ايه الكنترولز دي؟ يعني انا فاهم السي ار سي ده اللي هو السورس او الاسم بتاع الفيديو بتاعي، جميل. والفيديو ده ان انا اضيف فيديو، جميل برضو. طيب ايه الكنترولز؟ الكنترولز بكل بساطة هو الأزررة بتاعة التحكم دي، اللي هو الصوت، وإن أنا أملى الشاشة، ال3 نقط، مش عارف ايه الكلام ده كله. أنا أول ما أكتب فور هيحمل. تمام. وهتلاقي فعلا الحاجات دي موجودة تحت. ولو انت عملت كده، لان الفيديو كبير جدا، هتلاقيه ياخد الشاشة كلها. ممكن يتعمل له ميوت عادي، مفيش اي مشكلة. وال3 نقط دول اللي هو مثلا ان انا اعمله داونلود، او ان انا اسرعه، او مش عارف ايه. فهي دي كل الفكرة، دي الكنترولز، الازرار اللي تحت اللي بتتحكم في الفيديو. طبعا لو شغلته هيشتغل، ومفيش داعي ان انا ازعجكم ولا ازعجكم. ايه ده مش شغال؟ يعني الصوت مش تمام. هو الصوت عشان انا قافله من برنامج التسجيل، بس الفكرة ان الصوت عادي هيشتغل والدنيا زي الفل. يعني دلوقتي بكل بساطة ده ان انت تضيف فيديو. يعني ده ناس عاملة عليه كمية حاجات حرفيا من هنا لحد السنة الجاية. طبعا في حاجات كتيرة جدا في الفيديو، خصائص انت تقدر تضيفها فعلا زي كنترول دي كتير. يعني مثلا عندك لوب، ان هو لما يخلص يشتغل تاني وتالت ورابع وعاشر. طبعا انا حطيت لك الحاجات المهمة جدا اللي هي كنترولز دي، اهم حاجة المفروض، او اهم خاصية لازم تتحط مع الفيديو عشان يقدر الشخص ان هو يلعب بالفيديو، يطلع قدام يرجع ورا، اللي هو التحكم اللي هي موجودة في حاجات زي يوتيوب وغيره. طيب دلوقتي يا مروان، انا عايز احترف اللغة، احترف اللغة واي لغة، واخد شهادة كمان وحاجات كتيرة كده. بكل بساطة هتخش هنا وتكتب في السيرش بتاع جوجل W3 schools، هتلاقيها في الاختيارات عادي مفيش مشكلة. وهتخش على اول حاجة كده. تمام. هتلاقي فيه لغات كتيرة جدا هنا: HTML CSS JavaScript SQL Python Java PHP. بص كل حاجة هتلاقيها، وكمان في C++ C#، كل حاجة. اول ما تخش على HTML مثلا، هتلاقي في حاجات كتيرة جدا في الجنب هنا. عندك مثلا في حاجات اتكلمنا عليها زي HTML basic، HTML editors، مش عارف ايه.
اللي اتكلمنا عن لينكس وكيفية اضافة لينكس، تمام، الليست، القوائم. بص كل حاجة هتلاقيها حرفيا هنا، الفورماتنج، الستايل. بص هنا غوص يا باشا وهتلاقي كل حاجة عليها اكزامبل، وهتلاقي فيه نيكست. بص كل حاجة حرفيا في HTML هتلاقيها هنا. امشي بالترتيب مع المنصة وهتخليك محترف حرفيا، لان هو موقع مدعوم يعني. وهتاخد في الاخر الشهادة اللي هي في الجنب دي، يا ظاهرة كده، بس دي اللي في الاخر انت فعلا هتاخدها. طيب ده بالنسبة لو انت فعلا عايز تحترف اللغة. تاني حاجة هتعملها عشان تحترف HTML ان انت تعمل تاسك بسيط كده. التاسك ده بكل بساطة ان انت تعمل لاندنج بيج، صفحة تعريفية عنك كده، اللي هو مثلا اسمك، شوية معلومات عنك، وطبعا مثلا انت تعمل شوية ازرار ان الناس يخشوا عليها مثلا يكتبوا بيانات والكلام ده كله. خليك فاهم ومتأكد وعارف، وبص تريار في المية كده انه لازم تطبق بايدك، لازم تطبق. اعمل اي حاجة لحد ما نخش على CSS وهتلاقي نفسك بتنسقهم وطلع معاك صفحة انت استحالة كنت تتوقع ان انت تطلع حاجة زي كده. فطبق بايدك مرة واتنين وتلاتة وعشرة، واغلط واعرف ده غلط ليه وبتاع، وتعمق عادي يعني. اكيد مفيش حد فاهم الحاجات دي كلها في العالم كله، في ناس عادي فاهمينها وكل حاجة، بس الفكرة ان انت لما تتعمق اكتر هيكون عندك يعني مثلا عندك حاجة زي الكانفاس اللي تحت ده، دي حاجة متقدمة جدا، انت لو فهمتها تكون متفوق على ناس كتيرة جدا. فعايز افهمك انه الموضوع التعمق ده موضوع حلو، ان انت تفضل تتعمق في الحاجة وتعمل وتتدرب بايدك. واهم حاجة في البرمجة عشان تكمل للاخر ان انت فعلا تتدرب بايدك، فعلا فعلا تتدرب بايدك، مش كلام، لا لازم فعلا تتدرب بايدك. في تاني او تالت حاجة كنت عايز اقولها لك، والف مبروك، انت بقيت 9% بس من الناس اللي كملوا الفيديو لحد الاخر، كملوا الكورس ومستعدين فعلا ان هم يخشوا على المرحلة اللي بعدها. فخليك فخور بنفسك، شارك الانجاز بتاعك ده، وما تنساش تكتب لنا رأيك في كومنت، يعني ده بيشجعنا جدا وبيخلينا نتطور اكتر واكتر وكل الكلام اللطيف ده. شير المحاضرة مع أصحابك لو فعلا استفدت، وما تنساش تعمل لايك وفولو، كل الكلام ده لو فعلا فعلا استفدت. ما تنساش، هدفي هو ترك أثر. كان معكم مروان الخولي، والسلام عليكم.